السلام عليكم الاخوات، اخباركم؟ كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا البنات بالف خير وتكونوا في صحه جيده ان شاء الله يا ربي. المهم البنات اليوم جيتكم بواحد التحليه فلان على شكل فلان، لكن بتحليه مختلفه وان شاء الله غتعجبكم وزوينه يعني مجربه عندي. المهم البنات انا غنقدم لكم مقادير. عندي هنا نصف لتر حليب، عندي معلقه تاع نشا او مايزينا، عندي 2 معالق تاع السكر خاشن، الا ما كانش الخاشن تقدري ديري الناعم 2 معالق، والا كنتي كتبغي الحلاوه زايده تقدري ديري 3 المعالق. انا كندير 2 معالق في نصف لتر حليب، ما كنبغيش الحلاوه زايده بزاف، يعني هذا كيناسبني، ولا كنتي كتبغي زيدي معلقه. وعندي هنايا معلقه تاع كريم باتيسير، وعندي 2 معالق تاع سيليلاك، وإلا ما كانش عندك سيرلاك متوفر تقدري تستغني عليه وديري 2 معالق من كريم باتيسير باش يعوض. بالنسبه للكريم باتيسير لا كريم باتيسير عفوا، راه موفر وراه يعني الثمن ديالو مناسب. العلبه راه كدير 7 دراهم في المحلات، يعني ما غاليش، كينفعك في بزاف تاع الامور تزيين الحلويات. كيجي زوين في هاد الفلان هذا. وعندي واحد الفلان صغير، تاع النكهه تاع هذا، عفوا، بالنكهه الكراميل هذا بالنكهه الكراميل نتوما كتشوفوا. صافي البنات، حنا نديرو المقادير مع بعضياتنا. غنديرو هاد النشا، كندير الفلان ديالي تنحرك بالفوي. هاد الفلان كيجي خاطر وكيجي شاد في راسو مزيان، كيجي زوين لان فيه نشا وفيه فيه داك لا كريم باتيسير، كيجي مختلف، كيجي ثقيل، كتحسي به في الماكله، يعني شي حاجه هكا بحال شي مثلجات بحال كيجي زويون، مختلف على فلو اللي كنديروه غير فلو. غنديروها البنات يغلى حتى تطلع الغليه وغنطفيو عليه. صافي البنات، هانتوما كتستمروا في التحراك، ما تغفلوش عليه باش ما يلصقش لكم داك الخليط، ما تغفلوش عليه. راه صافي البنات، ها هو تيغلى، صافي غنطفيو عليه النار صافي، وغنكبوه مباشره في الاكياس اللي الكاسات اللي غنحطوه فيها. صافي ما تغفلوش كما قلت لكم على التحراك باش ما يلتصقش لكم. البخار تاع تيدرنا على الكاميرا. صافي هو هذا. المهم البنات، انا حطيته في هاد الكيسات، هادو الكويسات انا حطيته. دابا غندخلو للثلاجه يبرد، يشد راسو مزيان واحد 2 سوايع، يبرد مزيان. كنخليه هنايا حتى كتبرد، عاد كنحطوه للثلاجه، ما تدخلوش للثلاجه مباشره، لان حتى واحد 4 ساعه يبرد شويه، ما نحطوش سخون لان الثلاجه ما مزيانش ليها ندخلوا ليها شي حاجه سخونه. غنخليوه واحد 4 ساعة وغندخلوه للثلاجة، 1.5 ساعة أو 2 سوايع ما بين يبرد ويشد راسو، وغنخرجوه باش نكملو التزيين. ايوا البنات، ها هو الكلاص ديالنا او فلون ديالنا وجد. زينتو بالبنان والقليل من الشوكولا كوبيل غبره، وخويط العسل هكا، اما كراميل او العسل اللي كان حاضر غير هكا من فوق. هانتوما كتشوفوا تبارك الله على مزيناتو. داير بحال كتقطعي، تبارك الله زويون على مزيناتو. من نكهه الكراميل، واش غنقول لكم، مذاق فيه زوين بزاف. نتمنى انكم تجربوه. يعني كيحمر الوجه وتزين، راه كيبقى على حسب الرغبه. اللي حاضر عندكم ممكن تزينوا به، داكشي اللي عندكم في الدار ممكن تزينوا به. انا راه زينت بالبنان، كان عندكم التفاح، كان عندكم طرونشه الليمون، كان اللي كان حاضر ممكن ديروا غير الشوكولا هكايا اللي كان. المهم اللي كان حاضر تزير، كيبقى على حسب الرغبه. وبصحتكم وراحتكم،
ونتمنى نشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي بالصحة والسلامة ان شاء الله. يلا البنات بسلامة.